المادي. انا باسقاط نجمي صراحه، لانه بتشوف نفسك وانت نايم وقادر تشوف الحواس وتشوف مين معك في الغرفه، بس انت مش قادر تعمل شيء. يا جماعه اللي بيسمع الفيديو رح يفكرني مجنون، ولكن رغم اللي عم بحكيه انا ناس قليل رح تفهمه. فلما اجيت لشوف شو في ورا الكواليس ومين اللي عم يتحكم بالكون، كان في شخص لابس ربطه عنق فوقيه علم امريكا، قاعد على مكتب لابس ربطه عنق، ومكتب مثلث، وكان في مثل البوابه وراها الجنه. اوكي، يعني لازم تستوعبوا شو عم بقول لكم. هو قاعد على مكتب الحاجز، مثل هو اللي ما في الانسان الواقعي يوصل لهالمكان، ممنوع توصل لهون، فنحن حاطينك بحاجز. فانا فهمت كثير ابعاد لهذا الموضوع، بشرح لكم عنه بفيديو ثاني ان شاء الله. هل يا آسر تنصح العالم تجرب هاي التجربه؟ اكيد واكيد واكيد لا، لانه العوده منا رح تفيق مكوبس، رح تفيق مكوبس، انا بضمن لك، لانك انت عم ترجع كيانك الفيزيائي اللي بيتفاعل مع الكون الواقعي. يعني تخيل حالك طيف وانت واعي فيه لهذا الطيف وشايف حالك وانت نايم، كيف بدك تفيق من هذا الشيء؟ كيف بدك توعى؟ يعني تخيل انك انت شايف حالك نايم، تيجي تتمدد مثل ما انت نايم بس مش قادر تفيق، خلص انت بعالم ثاني. فموضوع مرعب، موضوع مرعب، ولهيك انا توقت تقريبا اسوي هيك شغله. وطبعا لما بدك تجرب اسقاط نجمي بدك تكون كثير متمرس وفهمان وواعي كيف بيصير هذا الشيء، ومستنير اهم شيء. وتخيل عزيزي المشاهد انك قادر تشوف حواسك. كيف يا ياسر؟ شو يعني قادر تشوف حواسك؟ قادر تشوف هالاتك السبعة. ولما اجيت لفيق هون صارت المصيبة. بتوقع الفيديو على انستغرام اكثر من 3 دقائق ما بيسمحوا، رح اعمل فيديو كامل على يوتيوب واحكي لكم كل التفاصيل. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وتابعوا الحساب واعملوا كل شغلات هيك، خبص كبس على الشاشة كيف ما كان معكم خيكم آسر. بيس. To remember, this body is not just flesh.